فتحملوني، راح تشوفوا شغلات غريبة كثير بالفيديو، وراح تشوفوا ناس غريبة كثير بالفيديو. لم ولن اتوقع ان هيجي عليا اليوم ان اقول فيه ان الحجاب عمره ما كان فرض. طبعا هنا هتقف وتقول في سرك هو الواد ده اتهبل ولا ايه؟ اقول لك لا والله العظيم لسه بعقلي، ولكن انا قصدي على الحجاب اللي قدامك في الصورة ده، لان النوعية دي من الناس بتمارس كل انواع الحرمانيات تحت مسمى ان هم محجبين، زي ما انت شايف قدامك كده، عشان خاطر ما تقولش في سرك برضو ان انا مفتري وبقول حاجات ما هياش فيهم. موضوعنا اليوم عن التيك توك، خصوصا عن الفيديوهات اللي ما بتعرف شو قصتها. يعني انت بتشوف الفيديو ما بتعرف شو الهدف من الفيديو، بتحاول تتأمل اكثر بالفيديو بس برضه مش عارف انت شو الهدف من الفيديو. وفيديو اليوم تحديدا عن البنات اللي من فوق ديني ومن تحت، خصوصا البنات اللي من فوق بترضي الله ومن تحت بدها ترضي عبد الله. فتحملوني، راح تشوفوا شغلات غريبة كثير بالفيديو، وراح تشوفوا ناس غريبة كثير بالفيديو. الاول كده انا عارف ان في ناس هتقول طب وانت مالك، دي حرية شخصية، ده رأيهم وعلى راسي طبعا، ولكن خليني ارد عليهم لان انا ليا حق الرد. عندما تخالف الحرية الشخصية ما امرنا الله عز وجل به تخلينا نفعل ونرتكب المعاصي، فلازم كلنا نقف هنا ونقول لا والف لا لهذه الحرية المزعومة اللي عاوزة تضرب الثوابت بتاعتنا وكمان القيم والاخلاق اللي بدأت تختفي نهائيا. كمان ربنا عز وجل بيقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم. فكده الشيطان بيجيبك واحدة واحدة وبيسحب رجليك. يعني مثلا وعلى سبيل المثال زي ما انتشر في الآونة الأخيرة كده، لو انت واحدة محجبة فبيقولك ما تطلعي شوية اللي قدام عادي، يعني مش هيجرى حاجة، ده هما قصتين بس. لو لابسة عباية وراضية بيها ومقتنعة بيها جدا فيقولك ازاي انت هتكوني متخلفة زي المتخلفين، ويفضل وراك لحد ما يقلعهالك ويلبسك للأسف البنطلون، ويفضل يجيبك واحدة واحدة وهو راكب مخك، ويفضل يمرمط فيكي لحد ما يجيبك الارض. وانت بقى للاسف كل ده مفكره ان انت بتتعاملي بعقلك وان دي حريه وان دي شخصيه، تبقي مصدقه نفسك قوي وانت بتكتبها لي في الكومنت وكانك ايه بطل قومي بيحارب في واحد اسرائيل. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت بتاع حضرتك اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده. في كده ظاهره انتشرت في البنات اليومين دول وكترت قوي جدا، هي ان البنات كلها الا من رحم ربي طبعا بتكون لابسه الحجاب من ورا وسايباه من قدام، بنات تانية برضه تلاقيها لابسه الحجاب من فوق ومن تحت ملابس استغفر الله العلي العظيم. للاسف العينه من الناس دي هنضطر نقول عليها ان هي من فوق بترضي الله ومن تحت بترضي عبد الله. فالناس دي الواحد كده حابب يدردش معاهم ويوجه ليهم رسالة بكل أدب وبكل احترام، وأتمنى إن هم يقبلوها. ست البنات انتوية، الحجاب ده بيحفظك وبيسترك والله العظيم، بيكون من أكبر الدلائل على طهارة قلبك وصدق إيمانك. ليه بقيتوا بتحبوا تبوظوا الدنيا وتظهروا بالمنظر اللي قدامكم ده؟ ليه عاوزين تظهروا صورة تانية عنه؟ لأن هو مش نازل كده. مصممين إنكم تقولوا للعالم كله إن إحنا عندنا مسلمين بلا إسلام. حبكم إيه إن أنتم تعرفوا الدنيا كلها ان الشيطان راكب دماغكم وهو اللي بينفذ اللي هو عاوزه، بيخليكم للاسف تعملوا حاجات لا يصدقها مؤمن ولا يصدقها حتى كافر. لازم تكونوا عارفين وفاهمين كويس جدا ان هيجي يوم على الدنيا دي ومش هيكون حد فيها موجود، وان كل اللي فيها رايح للمولى عز وجل وهيتحاسب على كل حاجه عملها وكل قصه نزلها. فانا عاوز اقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. يوم كده محدش فيه بينفع حد، اللي انت عملته سواء حلو او وحش هو اللي هيكون معاك. يا ست البنات بينتي من فوق بينتي من تحت، هو ده اللي قاعد لك وهو ده اللي مكتوب لك. فبالله عليكم نداء صغير كده، الحجاب اما تحترموه وتلبسوه اما بلاش تلبسوه لو مش هتعرفوا تحترموه. وبس كده يا ابو. السلام عليكم.